في الحقيقة مانيش متفاجئة من مكالمة المسربة السيد الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، بل بالعكس. المكالمة المسربة فهمتني السبب، فهمتني علاش في النقابة الأساسية تصير لك مظلمة يجاوبوك ش عندي نعمل. نفس كلام الأمين العام. وفهمتني علاش في الفروع الجامعية يقولوا لك أنا ما نجمش نتخذ حتى إجراء. فهمتني علاش في النقابة الأساسية في التعليم الثانوي مثلا، يعني أنا أستاذة، لكن أكيد هذا صاير في جميع القطاعات. نقابي في النقابة الأساسية يلتقى مرتين في موعد حده هو قدام المندوبية وما يجيش وما يتأسفش، بل بالعكس تعاود تطلبه باش تستفسر علاش ما جاش، ما يهزش عليك. فسرت لي علاش نطرد مرتين. أنا 25 سنة خدمة في التعليم بتعسف من طرف المندوب السابق ومن طرف مدير معهد، وبإفلال كأني نخدم عندهم مش نخدم تبع الدولة. ونقابتي الأساسية العزيزة الغالية تقول لي ش تحبني نعمل لك؟ ما عندي ما نعمل. ومن بعديك تقول لي عندك شهود. علاش أنا اتجهت للمركز يلزمني نجيب شهود؟ تصرفات في الحقيقة غريبة عجيبة. كنت نتسائل علاش النقابة ولات هكا، لكن كي سمعت المكالمة المسربة اكتشفت أن الكل أصبح يتحدث بلغة الأمين العام لاتحاد الشغل. كان الأمين العام يقولش عندي نعمل، فعلى الدنيا السلام. فماذا أنتظر أنا من النقابة الأساسية أو من الفروع الجامعية؟ أنا في كلامي هذا مانيش نهاجم في النقابة أو في الاتحاد، بل بالعكس أنا نحبها النقابة ونحب الاتحاد برشا. لكن كرا اللي تم اختراق الحصن المنيع للاتحاد عن طريق حصان طروادة، وهنا أعي ما أقول، لأنه اللي يحصل في الاتحاد هو اختراق بمجموعة من الأشخاص وضعوا في حصان طروادة وأدخلوا للاتحاد. صفات الأشخاص واضحة، ما تجمش ما تعرفهمش. هم أشخاص كيتكلموا في مظلمة ما يعمل شيء. هم أشخاص كيتكلموا في مظلمة ما يهزش عليك التليفون. هم أشخاص كيتلز باش يحكي معاك يقولك ما عندي ما نعمل، ايش تحبني نعمل. هم أشخاص يقولك النقابة ما اتخذش إجراءات. هم أشخاص الديان متاعهم الداخلي ماهوش الديان متاع شخص نقابي، لأنه الشخص النقابي الديان متاعه في الأصل ثوري. ثوري بمعنى يكره الظلم وما يجمش يسقط على الظلم، هذا الديان الصحيح. أما الديان اللي تخلط هذايا توا
في حصان طروادة الذي أدخل للاتحاد أدين متاع أشخاص متسلقة، وأعني ما أقول وعندي حقائق. أشخاص اتخذت الاتحاد والنقابة مطية للوصول للسلطة في الدولة، وتستعمل الطبقة الشغيلة للنيل من الدولة والنيل من مقاعد ومناصب وكراسي. ما تعتقدش اني النقابة اللي ساكتة على كل شيء صاير ومخلية الشهرية كما هي ومخلية القضايا الأساسية، انت يا أستاذ نخاطب فيك خدم مخك، ما تعتقدش انها وجعتها حكاية المنصة الرقمية؟ هل المنصة الرقمية وتنزيل الأعداد فيها هي قضايا الأستاذ والمعلم الحقيقية؟ النقابة تتخذ كروت وقت اللي كيما قال الأمين العام تفالها الفلوس، تفالها الطريقة اللي تضغط بيها على الدولة باش تنال مصالحها الشخصية، فتستعملك انت كطبقة شغيلة في حكايات وقضايا تافهة. هل الأستاذ غير قادر على إنزال الأعداد المنصة الرسمية الرقمية؟ هل هذه هي القضية الأساسية متاعنا؟ كان اللي يتكلم مهبول فاللي يسمع عقل، والعكس بالعكس. رد بالكم ما تنزلوش الأعداد في المنصة الرقمية، ليس خوفا من الدولة، ولكن راهو قضايانا الأساسية ليست تلك. راهي كارت اتخذه الاتحاد والنقابات ليذيع الدولة من أجل مصالح شخصية لذاتها، من أجل نقابيين موجودين في الاتحاد أدخلوا في حصان طروادة إلى الاتحاد وسنحاربكم. طروادة لن تسقط والاتحاد لن يسقط، ومن أدخل في حصان طروادة للاتحاد سنكسر أخشاب الحصان عليه. رد بالكم ما تنزلوش الأعداد، راهي القضية متاعكم ماهيش قضية أعداد وتنزيل أعداد في المنصة الرقمية، راهو كرت لأنهم عندهم برنامج شخصي. اعملي انت حاجة نضالية من أجل حاجة هامة، قضية هامة، أجل كرامة الأستاذ، من أجل أجر الأستاذ. يعملكش. فرد بالكم، أحبكم جميعا، شكرا.